صباح الخير وصباح الفل على عيونكم، عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير دايما يا رب. صحينا من النوم على صوت قص الحشائش اللي بتبقى في الجناين. اجمل حاجة يا جماعة، الميزة اللي موجودة في الشروق ان احنا بجد كلنا بناخد خدمات زي اللي موجودة في احلى مدن. يعني بتوع مدينتي بيحسدونا على كده. هم طبعا بتوع مدينتي بيدفعوا على كل نفس بيتنفسوه في المدينة. احنا لا، احنا الشجر بيتقص، الزبالة بتتشال، السلم بيتكنس، ايا كان بقى، اسكان اجتماعي مش اسكان اجتماعي، من اقل فئة لاعلى فئة، الخدمات بتبقى عامة. فاهميني؟ فبصراحة دي اكتر حاجة بتعجبني في المدينة، يعني ان انت تلاقي خدمات عامة. تعالوا بقى شوفوا يومنا مش ازاي. اخر واحدة بتلبس انا لما نكون خارجين، اخر واحدة بتلبس انا. طبعا قعدت صليت الظهر اهو، تالت طقم تلبسه. يعني انا لو قلبت لكم الكاميرا دلوقتي، تالت ولا رابع يا ماما؟ تلبسي في رجلي. تلبسي ايه في رجلك؟ اي حاجة يا حبيبتي. عندك كوتشيهات، عندك شباشب، عندك، البسي ده. لا طبعا. امال عايزة تلبسي ايه؟ ايه قولي بجد. البسي اي حاجة تليق عليه والله، عشان لابسة الجيبة. تمام؟ اخر واحدة بتلبس انا. لا مش بس عشان لابسه جينز، امال عايزة ايه؟ عشان عندي حساسيه في رجلي. عندك حساسية في رجلك؟ فجأة جالك حساسية؟ البسي البنطلون يا سلمى خلاص. اخر مرة اتغيري والله العظيم بقى لي ساعة ونص على الحال ده. اللي تلبسه وتقلعه، اللي تلبسه وتقلعه، اللي تلبسه وتقلعه، مرة الجيبة، مرة البنطلون، مرة الجيبة. اللي زي يقول لي انا بفضل قاعدة كده هانم، واما يخلصوا يقولوا خلصنا اقوم لابسة. انتوا زيي؟ جماعة وبعد الحاح كثير لبست الجيبة تاني. لا انا ما لحقتش، انت مجنونه. قلعت ولبست البنطلون، وقلعت ولبست الجيبه، قلعت ولبست البنطلون في الاخر لبست الجيبه. المهم ان انا ما اجبرهاش على حاجه، المهم ان هي تمشي عكس اللي انا بقوله. ربنا يهديكم يا رب. جماعة قولوا لي ايه رأيكم في شعري؟ هو كيرلي وعلى طبيعته، حابة ان انا اخليه كده عشان يطول. طبعا انتوا كنتوا عارفين ان انا قصاه خالص. قولوا لي ايه رأيكم؟ ما كانوش عارفين على فكره. لا هو فانزاتي عارفين اكيد. فنزلتك انت هتعيش في الدور. بره باب الشقه، يلا يلا. لبست ثواني. تمام. اخيرا خرجنا بره باب الشقه. جو النهارده حلو الحمد لله. ايه يعني كده. رايحين بقى مشوار مهم وهاخدكم معايا النهارده. هناخدكم بقى مكان المفروض ان انا كنت اروح فيه لوحدي، ها، بس ما شاء الله. طبعا احنا يا جماعه مش قاعدين بنشحت ولا حاجه. الدرايفر بيرن علينا ثانية. بصوا يا جماعة، عشان بس الفيديو ده انا هعمل لكم عليه رياكت. تمام. دلوقتي ماما قالت لي انا عايزه اروح اشتري لنفسي كام حاجه كده، عشان هي عايزه تغير الستايل بتاعها وكده. تمام. قلت لها ماشي يا ماما. كنا بنعمل فيديو قبل ده، راحت قايله لكم هما اللي عايزين يجوا معايا، مش هي اللي اتحايلت عليا انزل اصلا. تمام. ف وايمان طبعا عايزه تروح معاها، يعني عشان تشتري هدوم غصب. ما انت يا حبيبتي انا مش لازقه دعوه بايمان. وانا رايحه اشتري مايوهات. طيب يعني كل واحد لا فيكم بس عايز انا حاجة. اوريدي اصلا انا حاجزه المايوهات دي من عند البراند دوت. هنقول لكم بقى من عند مين واحنا رايحين. طبعا وصلنا متاخر بسبب الدلع بتاعهم، واحنا النهارده رايحين تجمع الاول عند نويا براند يا جماعه. ونويا كانت منزله في البث اللي بتعمله كل يوم على صفحتها، منزله شغل كويتي ومنزله شغل اوفر سايز تحفه. اتهبلنا. بس طبعا لما رحت متاخر لقيت كل الشغل الكويتي. بتقول لي واحده جت الصبح، هي فتحت الساعه 3 بالظبط، تقول لي واحده كانت مستنياه من الساعه 2، وجاء اول ما فتحت قامت داخله لمت كل الشغل الكويتي اللي كان في اللايف
والمقاسات الكبيرة. سابت لنا حاجات بسيطة جدا، اتضايقت جدا يعني، بس يعني مش مشكلة. جبت لي قطعتين بس. انا كنت ناوية يعني اللي هو بصراحة اجيب الصيفي كله بس مش مشكلة. هي وعدتني انها تفتح تاني شغل، وامبارح كانت راحت تجيب شغل. قلت لها والله لو بصي يعني هزعل بقى المرة دي. قالت لي يا سوسو الناس بتستناني يعني بيشوفوا اللايف بالليل وبيستنوني بدري، خصوصا بتوع التجمع بيسبقونا يعني، فاهمين؟ فما جبت قطعتين بس اللي حطاهم على ايدي دول هم اللي جم مقاسي. والمايوهات عندها للبنات تجنن. سلمى جابت مايوه حلو قوي بشورت يعني كده زي آه، يبقى لامم جسمها وكاسيها في نفس الوقت. وخامة طبعا، عشان المايوهات لما بتبقى خامتها وحشة بتكشف اكتر ما بتستر. حتى لو كانت بنطلونات او بوركيني او كده بتبقى كاشفة للجسم، لكن لما بتبقى خامتها حلوة بتستر الجسم، وبتبقى البنت براحتها وحريتها، مش قلقانة ان حاجة تقع كده ولا حاجة تترفع كده. فهو المايو بصراحة تحفة. حاولت اجيب لإيمان المقاس اللي كان زيه بالظبط، مايو كده بالكاش بتاعه، الفستان بتاعه نازل عليه بشورت كان كبير، لكن لقينا مقاس سلمى وما لقيتش واحد تاني يجي على امان. ان شاء الله نلاقي يعني بعد كده. بصوا اجمل حاجة نويا براند طبعا موجودة في التجمع، اسعارها نفس اسعار الوكالة، وساعات بصوا ساعات بتعمل عروض بقى. كانت عاملاها من اسبوعين ارخص من الوكالة 100 مرة. واجمل حاجة بقى خدت البلوزة انا دي بقى، حاجة ان عندها ضمير، الشغل كله درجة اولى درجة اولى بالتيكت كده، حاجة نظيفة حاجة شيك. فبصراحة بطلت اروح الوكالة من كتر القرف الواحد كان بيشوفه فيها. بصراحة مبسوطة اني اتعرفت على شخصية جميلة زي نوية كده، وحد جميل يعني، حد جميل ومحترم كمان. رجعنا بقى البيت وقلنا بقى ايه ايمان هتظبط لنا الدنيا اما رجعنا البيت، وتشوفوا بقى معانا اليوم كان ماشي ازاي. ايمان لازم تقلب لنا الدنيا كل يوم، بس كتر خيرها يعني، ربنا يبارك لها يا رب هي واللي زيها. لما علينا المكتبة بقى وظبط الدنيا عشان حر حاطين الحافظة البنات. انا عندي من الحافظة دي كام واحدة كده، وشن البديل السجاد التقيل الفرو، عشان كل شوية بقى يمسحوا وبتاع. هو عيب الشقة دي يا جماعة ان هي حر. ادعولي ربنا يوفقني واقدر اشوف مكان تاني يكون مثلا دور ارضي، الارض مرتفع، اني بجد خلاص اللي تنزل فيهم تعاقبني تقول لي ايه لو هنزل النهارده اجيب طلبات البيت خلاص يبقى ما اعملش حاجه في البيت. تخيلوا من كتر ما الموضوع بيبقى قاسي يعني. السادس طالعه نازله، وكمان بتمشي بعيد لحد ما تجيب طلبات وبتاع، بيبقى كأنه مشوار يعني. طبعا احنا شلنا هتقولي لي فين اكياس الانتريه بتاعت الخداديه يا سوسو؟ لا، ما هو اللي هي اللي اتقطعت بتاعت عم عصام. عاملها لنا اتقطعت ما شاء الله، اتفزرت. بيخيطوا على اخر، لا بيفصلوا الحاجه على اخر تنتوفه لما الحاجه اتقطعت خالص. هي غسله واحده، ولما قلت له ده انا غسلتها يقول لي هي دي بتتحط في غساله. طب اما اغسلها ازاي؟ اما اللي احنا عاملينها سوست تتشال وتتحط ليه؟ مش عشان تتحط في الغساله يا بنتي؟ تغسل كل اسبوع على الاقل، كل اسبوعين. والتانية القماش اللي جبته ب700 جنيه عشان الخياطه تعمله لما رحت، لو تفتكروا بقى المتابعين، تعملوا لي عملته لي واسع جدا. وطي القران ده
بصي جبت ايه؟ التانية واسع جدا، عملتهولي اللي هي الخياطة اللي كنت جبت لها القماش، عملتهولي واسع جدا. ما بتفرشوش ليه؟ صح، ما تلبسوه يا امال. اتقطع وكمان بيخيطوا على الطرف، عارفين الطرف؟ فبيوروا لهم مقطع ازاي. انا مطبقاه جوه، والله قماشته كانت حلوه، جايباها ب 700 جنيه. ادي من ضمن الخيبه ومن ضمن المقالب اللي انا خدتها. انا لعلمكم باخد زيكم مقالب قد كده على السوشيال ميديا. يلا الحمد لله رب العالمين. حقيقي ماليش حظ في القماش بتاع الكنب دوت. الكنب دوت انا عندي بقاله كده داخل على 15 سنة ويمكن اكتر. عملته كنت زمان خشب زان احمر وكان ركنة، وبعدين رجعته كنب، وشكلي هرجعه ركنة تاني. ادعولي بس اعزل وانا ارجعه ركنة تاني. الترابيزة دي عندي يا بنات بقالها من عمر ولادي، من عمر بناتي. كل ما اعزل اخدها معايا الترابيزة دي. يعني رغم ان هي بني مش لايقة بس بحبها جدا. ساعات بشيلها ادخلها جوه في الاوض، وساعات ارجع تاني احنلها واحطها. عايزة اوضبها برضو، بس كل ده انا مأجلاه لما اعزل. مش عايزة اعمل اي حاجة الا لما اعزل. يعني هيفهم كلامي ده الناس اللي قاعدة في ايجار جديد، بتفهم اللي انا بقوله ده. بتبقي صعبانة عليكي تعملي، خلاص زهقتي من كتر ما عملتي في حاجة غيرك، ومن كتر فاهميني. وبتحاولي تجيبي عفش قليل على قد ما تقدري، حاجات خفيفة على قد ما تقدري، حاجات عملية على قد ما تقدري. كل الناس اللي الإيجار الجديد كده. يعني أنا إيه اللي خلاني جبت غسالة بروحين، ما جبتش غسالة أوتوماتيك مثلا؟ عشان عارفة إن الأهم الشيل والحط والتركيب. حاجات كتير قوي ببقى نفسي أجيبها وأعملها، واللي بيعطلني ادعولي ربنا كريم إن شاء الله يا عالم. حاضر. عايزة بقى امسك دي اوضبها، غير القرصة بقى من فوق. بحبها جدا الترابيزة دي جدا. يلا بقيت بقى الترابيزات كنت جبت ترابيزة بلاستيك كبيرة بيضة كده حلوة قوي، دي بقعد اطبخ عليها. كنت جايباها من هايبر وان، كان في عروض في الافتتاح روعة. ترابيزة حلوة قوي. النهارده كنا نروح نزلنا وكده واخدين بالكم كراسي السفرة كلها اللي اديتها لعم عصام. معرفش ليه الراجل ده عمل لي الحاجات وحشة. يلا الحمد لله. المهم بقى خلاص خلصنا اليوم كده، والبنات قالوا يعملوا لي ايه، ينسون. انا بقيت بالليل ما بشربش شاي بلبن، وبقلل الشاي باللبن على قد ما اقدر عشان يعني موضوع الحرق وكده، وعشان الدواء اللي باخده يساعد على ايه، على الحرق اكتر. فانا بحب اليانسون بصراحة. فهي هتعمل لي ينسون، المفروض ما تحطليش انا سكر. حطيت سكر معرفش ليه. انا برضو السكر ده عايزه اقلله برضو قوي. البنات ساعات يحطولي ساعات ما يحطوليش كده، فاهميني. المفروض نثبت بقى على موضوع عدم حط السكر ده، ونتعود على شرب الحاجة من غير سكر، او انا عموما اتعود على شرب الحاجة من غير سكر. بس فزي ما انتم شايفين كده، ده كان يومنا بمنتهى الصراحة ومنتهى الوضوح. ان شاء الله لو عجبكم الفيديو قولولي، وانا اعمل لكم يوميات بسيطة كده وحلوة وطبيعية، ونتكلم فيها بكل حاجة ان شاء الله. ان شاء الله الفيديو اللي جاي بأمر الله اعمل لكم فيه برضو جولات حلوة جدا. هنروح بقى نجيب طلبات العيد يا بنات من الاكل بقى. يعني نشوف بقى مكان كده، في مكان عرفته مزرعة في الشرقية، بس ده هيبقى مخصوصة قوي بقى. يعني قليلين جدا اللي هيبقوا معايا في الجروب يجيبوا حاجات من مزرعة الشرقية دي، بما ان في مشاكل كتير في الاكل حوالينا بالنسبة للفراخ وبالنسبة للحاجات دي. فربنا ييسر ان شاء الله واجيب منهم، بس الحاجة اسعارهم حلوة كمان قوي، اقل من السوق. والمزرعة اورجانيك اصلا بتاعت ناس يعني عارفينهم هنا في الشروق. فدعونا ربنا ييسر ان شاء الله ونقدر نجيب منهم حاجات. واقول لكم بحبكم جدا في الله يا اغلى اخوات في الدنيا. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.